البنت دي فجأة بتلاقي في وشها كله مليان حبوب، وبتفضل تصرخ عشان كانت لسه باصة في وشها من 5 دقايق ومفيش حاجة. وبتروح لاصحابها وبتوريهم وشها وبتصدموا لما بيشوفوا كمية الحبوب دي كلها، وبتقول لهم انا مش عارفة ازاي دلوقتي هترشح في ملك جمال الجامعة كده، ممكن محدش يرشحني. ولما بتروح على البيت بتقول لهم ان الدكتور قال لي ان الحبوب مش هتمشي قبل شهر وكده ممكن مش هشارك. واصحابها بيقول لها ايه اللي حصل لك، وبتقول لهم مش عارفة، بس اخر حاجة فاكراها دخلت على الفصل وحطيت من كريم، والدكتور قال لي ان حد حاطط لك اعشاب بتدمر الوش. وتاني يوم بتروح الولد اللي بيحبها وبتستغله عشان شغال في المعمل، وبتقول له لو بتحبني بجد عايزاك تعملي اعشاب بتدمر الوش. والولد بيكون مستغرب بس بيوافق على طلبها، وبيقول لها بكره هيكون عندك. وتاني يوم الولد بيديها اعشاب، واول ما بتاخدها منه بتطلع على صاحبتها عشان عرفت ان هي اللي حطت لها الاعشاب دي عشان تدمر وشها وتكسب هي في المسابقه. بس لما بيشموها بيكتشفوا ان دي ميه بملح وبيمشوا، والبنت بتزعله بتقول انت عملت كده ليه، وبيقول لها انت احسن منهم مش عايزك تبقي شرير زيهم وتدمري وش حد. اللي بيحبك بجد هيرشحك حتى لو انت ايه دلوقتي. وبيقول لها سلميها لله واعملي اللي عليك والباقي على الله. وبتقول له بس اطلع ازاي بوشي كده، وبيقول لها عادي ما فيهاش حاجه، الجمال